تعرض علي معلول الإصابة بعد مرور جولتين فقط من انطلاق الدوري في الدوري التونسي، وسيتم عمل باقي الفحوصات لتحديد الإصابة ومدة الغياب. رابطة الأندية الأمريكية كانت قد أبلغت الأهلي بتسليم القسط الأول اليوم. حتى هذه اللحظة لم يحصل الأهلي على القسط الأول، والأهلي لن يرسل البطاقة الدولية للاعب إلا عند حصوله على القسط الأول من صفقة وسام أبو علي. لا يوجد نية لعودة محمد عبد المنعم مرة أخرى للأهلي حاليا. محمد علي بن رمضان سليم تماما وشارك في تدريبات اليوم بشكل طبيعي. وأشرف داري شارك اليوم في المران الجماعي اليوم بعد شكواه من تؤلي في العضلة الخلفية خلال مواجهة بفاركو. إمام عاشور شارك في جزء من التدريبات وباقي التدريبات بدنيا، وإن شاء الله في الفترة الجاية هنطمن عليها طبيا وبدنيا من خلال التأهيل. والنهارده كانت بداية مبشرة لاقتراب عودة اللاعب. تريزيجيه كان عنده شكوى بسيطة من الخلفية وكمل التمرين عادي وجاهز للمواجهة الأهلي القادمة أمام غزل المحل. ياسين مرعي مدافع الأهلي تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية ولم يشارك في تدريبات اليوم. الأهلي وبيراميدز رسميا على استاد السلام يوم 30 أغسطس في 9 مساء. إيقاف محمد هاني مباراة واحدة فقط بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة وغرامة 2500 جنيه. مروان عطية خلاص بقى في المراحل الأخيرة للتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. الأهلي يرفض عرض نادي لانس الفرنسي لضم ديانج ويرفض التفاوض مع النادي بشكل قاطع، وديانج حتى الآن لم يتم تجديد تعاقده مع النادي الأهلي. مصدر بلجنة الحكام: لم نتخذ أي قرار بإيقاف الحكم محمد معروف ولم نتطرق لهذا الأمر من الأساس، والحكم لم يرتكب أي خطأ طوال مباراة الأهلي وفاركو. أحمد شوبير يعلن عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي اليوم. خالص تمنينا بالشفاء العاجل للمحترم أمير عابد لاعب المقاولون العرب بعد حادث سير تعرض له بسيارته، اللهم عافيه واعف عنه واشفيه يا رب العالمين. رسميا إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد السلام بدلا من استاد القاهرة لصيانة الملعب. الزمالك يقرر توفير أتوبيسات لنقل لجماهير الزمالك لملعب هيئة قناة السويس. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.